في احتفالية كبرى نظمتها الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، فازت مصر بالمركز الثالث في مسابقة دولية شاركت فيها مدارس من التعليم الثانوي من 90 دولة من مختلف دول العالم. Denn wir sehen auch am Beispiel der Schule in Kairo, wie engagiert die Lehrkräfte sind, welch überzeugenden, begeisternden Schülerinnen und Schüler wir dort haben. Und das strahlt aus und es soll damit auch viele motivieren zu sagen, Bildung ist der Schlüssel für eine gute Zukunft. وقد منح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الجوائز الثلاث للمدارس التي فازت في المسابقة، حيث تصدرت جنوب أفريقيا المركز الأول، فيما حصلت واشنطن على المركز الثاني، وانتزعت القاهرة المركز الثالث بجدارة. عشان احنا بنحاول نصلح الأحوال في مصر، وبنحاول نساعد الناس، نديلهم لبس، نحاول نخلي حياتهم أسهل. فأعتقد ده برضو جزء من ان احنا بنبني زي كوبري، بس كوبري ما بين الناس. قال لهم ان المفروض ده شرف لينا كلنا، والمفروض كلنا نتعلم من المشاريع اللي بتتعمل النهارده. اعملوا خير وان شاء الله هننجح. وقد وجهت الجائزة لمشروع معني بالخدمات الاجتماعية التي يقوم بها الطلاب في بلادهم، مثل المشروعات الخدمية للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي المصرية، ومشروع مساعدة أطفال الشوارع وملاجئ الأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. إن مصر رغم أنها ليست دولة غنية مثل ألمانيا ومثل الدول الغربية، لكن مصر لوحدها عندها 500,000 لاجئ سوري، عندها 5 مليون لاجئ من أشقائنا الدول الأفريقية، ومع ذلك مصر رغم كل المشاكل الاقتصادية بتحاول تساعد، بتقدم لهم تعليم مجاني، بتقدم لهم رعاية صحية مجانية. وبالتأكيد دور المدرسة الألمانية والمدارس الأجنبية في التخفيف عن كاهل اللاجئين السوريين في مصر ده أمر مرحب به. وقد رصدت الحكومة الألمانية مبلغ 120,000 يورو للمدارس التي فازت بالثلاث مراكز الأولى. تحيا مصر! ويظل أبناء مصر يواصلون نجاحاتهم في كافة المحافل الدولية ليثبتوا للعالم أن المصري المعاصر ما هو إلا امتداد لنبوغ المصري القديم، وأن الأحفاد ما زالوا يحملون داخلهم إرث الأجداد. إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. ما زال المصريون يواصلون نجاحاتهم في كافة المحافل الدولية ليثبتوا للعالم أن المصري المعاصر ما هو إلا امتداد لنبوغ المصري القديم، وأن الأحفاد ما زالوا يحملون داخلهم إرث الأجداد. إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين.